قال رحمه الله تعالى: واستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه، والذين بقوا معه يقربون من 700. إذا كانوا 1000 وانخزل عبد الله ب300 فيكون المتبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 700. فاستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه حتى نزل شعب أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، في عدوة الوادي إلى الجبل، وعدوة الوادي أي حافة الوادي وجانبه إلى جهة جبل أحد، إلى جهة جبل أحد. فجعل ظهره إلى أحد، فجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. يعني يرتب النبي صلى الله عليه وسلم صفوف القتال ويهيئها، ثم نبههم ألا يبدأ أحد بالقتال إلا إذا جاء الأمر والإذن بذلك منه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلما أصبح تعبأ صلى الله عليه وسلم، أي تهيأ وتجهز واستعد للقتال في أصحابه، وكان فيهم 50 فارسا، وكان فيهم 50 فارسا، واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير الأوسي، وأمره أصحابه ألا يتغيروا من مكانهم، يعني أمرهم بالجلوس على جبل عرف بجبل الرماة لحماية المسلمين من تلك الجهة، وأمرهم ألا يتغيروا من مكانهم وأن يحفظوا ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم. وأكد عليهم عليه الصلاة والسلام مهما كان الأمر ألا ينزلوا من هذا الموضع الذي عينه لهم صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في الخبر في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وهذه تعاليم واضحة تماما، تعاليم واضحة بينها ووضحها لهم صلوات الله وسلامه عليه. أمرهم أن يحفظوا ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم وألا يتغيروا من أماكنهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظاهر صلى الله عليه وسلم يومئذ بين الدرعين. وهذا فيه اتخاذه عليه الصلاة والسلام الأسباب، والدرع يقي الإنسان ويحميه، وكذلك المغفر لبسه عليه الصلاة والسلام، فهذا كله من باب الوقاية. وهذا دليل من جملة أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الأسباب، وأن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل إن من تمام التوكل أن يفعل المسلم السبب. فهذا إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام وسيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه في معركة أحد ظاهر بين درعين، وهذه المظاهرة بين درعين هي من باب اتخاذ الأسباب للوقاية من ضرب العدو أو نبل العدو أو نحو ذلك. ولبس أيضا عليه الصلاة والسلام المغفر الذي يوضع على الرأس، وهذا أيضا من باب اتخاذ الأسباب. فاتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل هو من تمام التوكل. وهذا ثبت صح في عدة أحاديث، منها حديث الزبير بن العوام المخرج في جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ويروى أيضا عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.